نكملوا في الموضوع ديال الا ولدت ليك القطه ولا الكلبه ديالك. ودابا غنهضروا على القطيطات ولا الكليبات اللي يلاه تزادوا، راه بحال وليدات صغار. اول ايام الحياه الرضاعه مهمه بزاف عندهم، راه وحده من العلامات ديال الصحه ديالهم هي كيفاش كيرضعوا. الرضيع اللي كيرضع مزيان كيشد لا تيتين مزيان، كيبقى كالم وكيرضع بطريقه منتظمه. غالبا كتسمع صوت خفيف ديال الرضيع وكيدير حركات صغار براسو. ومن بعد الرضاعه خاصو يكون مرتاح، كرشو شويه منفوخه وينعس بزاف بلا بكا. ضروري تعبر الوزن ديالهم كل نهار في اول اسبوع. كل نهار خاصهم يزيدوا في الجرامات. الا الوزن وقف ولا نقص راه شي حاجه تما، ممكن يكون الحليب ما كافيش، طريقه الرضاعه ما صحيحاش، ولا كاين شي مشكل صحي. وللتذكير هذا الفيديو اضافه للفيديوهات اللي دوينا عليهم بالتفصيل على شنو خاصك دير الا ولدت لك القطه ولا الكلبه ديالك في الدار، من المستلزمات للاخطار اللي ممكن تواجهها. هذا الفيديو الا ما كنتيش شفتيهم غتلقاهم لتحت في لا ليجون. وما تنساش دير فولو باش ديما يوصلك الجديد.